الواحد يعني لازم يستحمى في الشتاء ده. التلج ده. طب مش مستحمل. اوعى العدس الفريش. ايه ده يا محمد؟ مين اللي عامل العدس ده؟ امك. ايه امك دي؟ يالا انت بتشتمني ولا ايه؟ لا يا عم انا قصدي امك اللي هي امي هي اللي عاملاه. بحسب. طب اجري يلا ودي العدس ده وقول لامك ان احنا عايزين محشي وفراخ. فراخ ايه يا حيوان انت؟ ماله العدس؟ ما هو حلو وموفر اهو. اوعى بتقول لها حاجه. مش هتروح درسك يا ابني؟ لا يا بابا، درس في التلج ده. هو في حد بينزل من بيته دلوقتي اصلا؟ الو؟ ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، ده جاي حالا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خير يا ابني، في ايه؟ اصل في واحد صاحبي مات النهارده وراح اعزي. لا حول ولا قوه الا بالله. بس انت هتروح تعذب الهدوم اللي عليك دي؟ ها؟ ما هو اصله مات في الملعب وكده يعني. يلا بقى يابا بالسلامه عشان الحق الحجز، قصدي عشان الحق العزل. لا اله الا الله، ربنا يرحمه. واضح ان المرحوم كان بيحب الكوره قوي. ايه يا اسطى؟ انا طلعت اهو، مسافه السكه وهم في الملعب. اجي يا ضحك، هات لنا سباك يجي يعمل لنا الشطافه دي تسخنها في التلج ده، وبعدين يبقى يجي يسقع حله تاني في الصيف. مفيش اي حد. حلو قوي. المهم الحاجه معاك؟ ما تقلقش، الحفظ والصوم. حلو قوي. طب يلا روح اعمل اللي اتفقنا عليه بسرعه. ماشي. كده احنا خلصنا من حلة العدس. دلوقتي بقى مفيش قدام امك غير انها تعمل حلة الفراخ اللي جوه. يا سلام عليكم على دماغ الالماس دي. انا نفسي يا ابني اعرف انت جات لك الفكره دي ازاي. عيب عليك يا ابني، هو انا اي حد؟ اهم حاجه بصيت في الحله قبل ما ترميها، لا نكون رمينا حاجه تانية ولا حاجه. والله انت كده بتصغرني. انا يا ابني مش محتاج ابص عشان اعرف اذا كان ده عدس ولا لا. انا لو شميته من على بعد كيلو اعرفه. الماس الماس. اكيد امك بتعمل الفراخ دلوقتي. اي خدمة. ده كله بسبب فكرتي العبقرية. الماس الماس. يا حمو بتعيط ليه؟ اكيد من الفرحة. اول ما شاف الفراخ اللي امك عملتها لنا ما قدرش يمسك نفسه. الماس الماس. لا يا اخويا انت هو امك راحت تحط لنا الاكل ما لقيتش حله الفراخ فعملت لنا عدس. عدس؟ الماس الماس.